يا مساء الورد. اليوم بإذن الله تعالى بسوي معاكم البيج ماك تاكوز، وراح أسويها بصوص البيج ماك. راح نسوي الصوص مع بعض ونشوف الوجبة والوصفة. طريقتها مرة سهلة والوصفة أكيد طبعا مرة لذيذة، نشوفها مع بعض. نبدأ بصوص البيج ماك. عندي هنا تقريبا نصف كوب من المايونيز، وحطيت عليها ملعقتين من مخلل الخيار، ملعقة من موية المخلل، ملعقة خل، ملعقة خردل، بودرة ثوم وبودرة بصل وبودرة البابريكا. وأخلط المكونات، وإذا حسيت ناقصة شيء أزيد عليها وأحطها في الثلاجة ترتاح لغاية ما أبدأ بالوصفة. هنا عندي خبز التورتيلا، وحاولوا تختاروا الخبز الحجم الصغير. وعندي هنا اللحمة المفرومة، حطيت اللحمة المفرومة على خبز التورتيلا وأكبس عليها كبس علشان ما تتحرك وإحنا نشويها. ورشة خفيفة من الملح ورشة خفيفة من الفلفل الأسود. شوية زيت على التاوة وأنزل عليها اللحمة اللي معانا على وجهها، ولا تخافوا إنها ما راح تستوي، بتستوي لأنها طبقة رقيقة. بس تقمرت اللحمة قلبتها على الوجه الثاني عشان تتقمر الجهة الثانية، وحط عليها شريحة من الجبن واتركها تذوب معانا. عندي شريحة التاكو صارت جاهزة ومقرمشة مثل ما انتم شايفين. حطيت عليها من صوص البيج ماك، وحط عليها الأشياء اللي حابين. أنا حطيت خس، وراح أحط شوية مخلل كمان اللي حاب زيادة مخلل، أو فيكم تحطون هالبينو إذا حابين تحطون هالبينو براحتكم. كذا الوصفة صارت عندنا جاهزة. قدمها مع شوية بطاطس وهني وعافية. وصفتنا وصارت جاهزة ولذيذة ومقرمشة، وهني وعافية علينا وعليكم.